طيب خلونا ندخل مباشرة في الموضوع. في قرية بيت جن السورية صار في مواجهة ما كانت متوقعة أبدا بين أهالي القرية المسلحين وواحدة من الجيش الإسرائيلي. في هذا الشرح راح نستعرض تحليل معين، مصدر واحد بيقدم رواية لافتة جدا للي صار وشو دلالات هالشي. حسب وجهة نظر هذا التحليل بالتحديد، اللي صار في بيت جن ما كان مجرد اشتباك عادي، لا، كان كمين نصبه مدنيون مسلحون لوحدة عسكرية إسرائيلية، وهذه هي النقطة اللي قلبت كل شيء. التحليل بيوصف الاشتباك هذا كلحظة نادرة جدا، لحظة موازين القوى فيها انقلبت تماما. يعني بدل ما تكون الوحدة العسكرية هي المسيطرة على الوضع، فجأة لقت نفسها بموقف دفاعي قدام مقاومة من أهالي القرية نفسهم. وهنا التحليل بركز على نقطة مهمة جدا. التصعيد حسب كلامه بدأ من القرويين. القصة مثل ما بنشوف مشت كالتالي: أول شيء، الوحدة الإسرائيلية دخلت القرية لاعتقال 3 أشخاص. بعدها الأهالي المسلحين واجهوهم. الوضع تطور لحصار على الوحدة وإطلاق نار، وفي النهاية يقال إن الأهالي استولوا على مدرعة إسرائيلية. طيب شو كانت نتيجة هالمواجهة؟ حسب المصدر، النتيجة كانت ثقيلة على الجانب الإسرائيلي. نتكلم عن 6 إصابات، ووصفوا حالة 3 منهم بأنها حرجة جدا. لكن وهنا الموضوع بيصير أكثر إثارة للاهتمام. التحليل هذا بيقول إنه اللي صار ما كان صدفة أو مفاجأة، بالعكس تماما، كان شيء متوقع، كأنه نبوءة كانت مكتوبة وتحققت. فهل كانت المواجهة متوقعة فعلا؟ التحليل بيجاوب على هالسؤال بإجابة جريئة ومباشرة: نعم. بيقول إنه كانت في مؤشرات واضحة إنه مواجهة من هالنوع قربت تصير. طيب من وين جابوا هالكلام؟ التحليل بيستند على تنبؤ لمحلل سياسي بتاريخ 8 ديسمبر. المحلل كان يقول لشهور إنه إسرائيل راح تعمل عمل استفزازي بسوريا قبل ذكرى سقوط نظام الأسد، وهذا التنبؤ هو اللي بيستخدمه المصدر لتفسير ليش الوحدة الإسرائيلية دخلت القرية أصلاً. وعشان يأكد على خطورة الوضع وقتها، التحليل بيقتبس جملة قوية جداً استخدمها المحلل: وصف الشهور اللي قبل الحادثة بشهور الدم. وهذا الخط الزمني بيوضح لنا الصورة كاملة. شوفوا كيف التوترات بدأت في أكتوبر، زادت في نوفمبر، وبعدين وصلت للذروة في ديسمبر مع حادثة بيت جن. كل شيء ماشي حسب هالمصدر تماماً مثل ما كان متوقع. طيب إذا كانت المواجهة متوقعة، مين اللي نفذها بالضبط؟ هنا التحليل بينتقل لنقطة محورية، بيجادل بأن اللي صار ما كان عملية عسكرية منظمة، لا، كان تحرك شعبي من الأهالي أنفسهم. وهنا بنوصل لصلب الموضوع في هذا التحليل. هل كانت العملية منسقة، يعني في جهة معينة وراها، ولا كانت مجرد انتفاضة شعبية عفوية تماماً؟ الاستنتاج اللي بيوصله له المصدر واضح جدا، بيقول إنه كل الدلائل بتشير إنه كان عمل عفوي، يعني ما كان منسق مع أي قيادة رسمية، كان رد فعل طبيعي على انتهاك للسيادة السورية. التحليل بيوصفه بأنه الغريزة الطبيعية للشعب السوري، رفض للبلطجة والغطرسة الإسرائيلية، وببساطة رسالة إنه أهل القرية ما رح يسمحوا باعتقال أولادهم. إذن شو كانت الرسالة من كل هذا؟ حسب التحليل، الرسالة كانت واضحة جدا وموجهة لإسرائيل مباشرة. وهذا الجدول بيلخص القصة كلها، الفرق الكبير بين الهدف والنتيجة. من جهة كان الهدف الإسرائيلي واضح، تنفيذ مهمة اعتقال وإرسال رسالة قوة، لكن من جهة ثانية النتيجة الفعلية حسب المصدر كانت مختلفة تماما. المهمة فشلت، والرسالة اللي وصلت كانت رسالة مقاومة، والنتيجة كانت خسائر بشرية ومادية. التحليل بيختصر الدرس من كل اللي صار بجملة واحدة قوية ومعبرة جدا، وهي: هذا الاحتلال كيان يخاف ما يخشيش. لكن التحليل ما بيوقف عند حادثة بيت جن، لا، بيستخدمها كنقطة انطلاق لنقد أكبر وأوسع، نقد بيوصل للقيادات العربية وللفجوة الكبيرة بين الكلام والأفعال. وهنا بنشوف الفرق واضح قدامنا. من جهة عندنا الكلام، بيانات، مؤتمرات، إدانات، ومن الجهة الثانية عندنا الفعل، القوة اللي بتيجي من الناس على الأرض مباشرة. والنقد بيوصل لأعلى نقطة لما يذكر اتفاقية الدفاع العربي المشترك. التحليل بيتساءل ليش ما تم تفعيلها، وبيعتبر هذا أكبر دليل على الفجوة بين الاتفاقيات المكتوبة على الورق وبين اللي بيصير فعلا على أرض الواقع. وفي النهاية التحليل بيتركنا مع سؤال كبير ومهم جدا عن مستقبل المنطقة.
هل ممكن نشوف تحركات شعبية من هالنوع تصير هي اللي بتشكل الصراعات في المنطقة أكتر وأكتر؟ هل ممكن تتجاوز دور الدول الرسمي؟ سؤال أكيد بضل مفتوح.